يوم الأربعاء من البسخة المقدسة ده اليوم اللي خصصه ربنا يسوع لكي يمكث مع تلاميذه في بيت عنيا. يوم الثلاث كان هو اليوم الأخير اللي مضاه مع الشعب في الهيكل. زي ما شفنا امبارح إن هو كان يوم صعب اتكلم فيه ربنا عن مجيئه وعن إن يوم الرب ده يوم مخيف للنفوس اللي رفضته، وفي نفس الوقت يوم فرح وسعادة للنفوس المنتظرة، ولكنه جعل اليوم الأخير خصيصا لتلاميذه، عاوز يقعد معهم قعدة وداعية أخيرة. فأمضى اليوم كله في بيت عنيا قبل أن يأكل معهم العشاء الرباني في الغد يوم الخميس. وأكثر الحوادث اللي ركزت عليها الأناجيل في الصباح وفي المساء المرأة اللي سكبت الطيب على رأس ربنا يسوع المسيح. وإن كانت أرى علينا 3 أناجيل ل3 سكبوا الطيب في بيت عنيا. مريم أخت العازر سكبته على قدميه قبل الفصح ب6 أيام، يعني يوم السبت بالليل صنعوا لي عشاء، ويوم السبت سكبت الطيب وقبل الفصح ب6 أيام وعلى قدمي المخلص. أما معلمنا متى في الإصحاح 26 ومعلمنا مرقس في الإصحاح 14 فأذكر لينا عن امرأة سكبت الطيب قبل الفصح بيومين اللي هو النهاردة، لأن فصحنا هو المسيح الذي ذبح لأجلنا كقول بولس الرسول في يوم الجمعة. سجلوا لينا الحادثة ديت بمنتهى الاختصار والتركيز كطبيعة الطيب. طيب غالي الثمن، مركز جدا، ما تقدرش توصفه كتير أكتر من أنت تقدر تشم رائحته. يعني سريع الانتشار جدا لأنه بيتحول لجزيئات خفيفة خالص بتطير مع الهواء تعبأ البيت كله. سكبته المرأة في إنجيل معلمنا متى وإنجيل معلمنا مرقس على رأس ربنا يسوع المسيح. أراد الإنجيليين معا أن يسجلوا لنا أيضا أن وقت سكب الطيب بالذات كان هو نفس الوقت اللي يهوذا راح يسلم فيه المسيح ب30 من الفضة. وكما أن للطيب رائحة كبيرة فظيعة جدا وتعبأ البيت وتريح النفس، كذلك أيضا للخيانة ريحة قذرة جدا وتتعب النفس وتعكرها. لكن نشكر الله جدا لأن احنا استنارت أعيننا بالنعمة أن الكنيسة تعلمنا النهاردة أن الست دي سكبت الطيب في وقت الخيانة بتاعت يهوذا. وإن كان نفسنا المسيح يقول لنا حاجة عنها. الكلام مختصر: لماذا تتعبون المرأة؟ عملا حسنا صنعت بي، إنما فعلت هذا لأجل تكفيني، بتكفني لأن أنا دلوقتي بأسكب ذاتي. والتعبير الإنجيلي دقيق جدا، يقول لك أن المرأة سكبت الطيب، سكبته. هو نفس التعبير بالضبط اللي سجله أيضا الكتاب المقدس بكلمة سكب ذاته حتى الموت. بيقولها إشعياء النبي سكب نفسه. نشوف ازاي هي سكبت الطيب كده، والمسيح كمان كان بيسكب نفسه. احنا طبعا ما عندناش تفاصيل زي المرأة بتاعت إنجيل معلمنا لوقا اللي سكبت الطيب عند رجلين المسيح، المرأة الخاطية. ده موضوع تاني، لأن دي كانت في كفر نحوم وفي وقت بعيد عن الآلام، ملوش علاقة بالآلام خالص ولا بتكفين الرب. لكن المرأة ديت المسيح طلع لنا شوية أسرار من قلبها. هذه المرأة أحبت كثيرا فغفرت لها خطاياها الكثيرة. وضرب المثل بتاع كان لدين مدينان، على الواحد 500 دينار وعلى الآخر 50، فسامحهما فمن منهما يكون أكثر حبا. قال له اللي سامح بالأكثر. قال له المرأة ديت خلاص أنا سامحتها بالكثير لأنها أحبت كثير. فكشف عنها أنها كانت مديونة ليه بكتير خالص، وكشف حبها اللي كان في القلب. إنما اللي سكبت الطيب الليلة المسيح خصها بكلمات بسيطة لكن مركزة جدا. قال فعلت هذا، صنعت هذا لأجل تكفيني. لا تتعبون المرأة، تدخلوش في حياتها،
ده موضوع خاص بيني وبينها. لماذا تتعبون المرأة؟ هم بسرعة طلعوا الورقة والقلم وحسبوا ثمن الطيب والخسارة كذا وكان ممكن يباع بأكثر من 300 دينار. معرفش الدينار سعره زي دلوقتي، دينار ثمنه 2 جنيه، فيبقى يعني 600 جنيه. واسمه يهوذا ده باع المسيح ب30 من الفضة، الفضة 10 ساخ كده، يعني بيحسبوها ان هي 3 جنيه وتلت. ما تتعبوهاش، عملت هذا لتكفيني. ده كان كلام محدش يفهمه ابدا غير المسيح وهي. انا بستعجب، هل المرأة دي كانت فاهمة انها بتكفن المسيح، ام ان مشاعرها الملتهبة في محبة ربنا، المشاعر الحب للمسيح، توصل الانسان انه يدرك حاجات اكتر من العقل يقدر يدركها؟ يعني محدش من التلاميذ يقدر يدرك ان في تكفين للمسيح كمان يومين، حتى لو المرأة مش عارفة، لكن كانت بتعمل عمل بالحب الالهي المنسكب في قلبها، بحيث ان هذا العمل اعلى من قدرة العقلية. محدش يفكر التفكير اللي عملته دي، ولا حد جه في باله، لان المسيح كلهم هيهربوا من عنده ومحدش هيجي يكفنه ابدا. انما المسيح قال كلمة كمان مهمة اخواتي تحفظوها في قلبكم: حيثما يكرز بالانجيل، هذا الانجيل في العالم، يذكر ما فعلته هذه المرأة تذكارا له. عشان كده احنا غصب عننا النهاردة لازم نتكلم عن المرأة دي. لو ما تكلمناش عنها وهي ذكرت يبقى نخالف وصية المسيح، لأن العمل اللي عملته ده أصبح إنجيل في حد ذاته، لابد أن يقرأ. إزاي التعامل مع المسيح؟ نقط كتيرة طبعا، لأن زي ما قلت لك إن الطيب ده موضوع كبير مشحون بالمشاعر والألفاظ، ما تقدرش تجيبه، ما نقدرش، لا أنا أقدر أقول لك ولا غيري يقول لك كل المشاعر اللي في قلبها. لكن على كل حال أنت وأنا وأي واحد يخلص للمسيح، يفتح قلبه ليه ويحبه، الحب ده هيوصل إلى ما لا نهاية. هو المسيح قال في الليلة الأخرانية إيه وهو بيكسر ذاته في العشاء الرباني: إذ كان قد أحب خاصته الذين في العالم أحبهم إلى المنتهى. فالحب بتاع المسيح إلى ما لا نهاية، والحب اللي ما لا نهاية ده يبقى الحب غير المحدود، والحب غير المحدود خاص بالله، وما كانش في حاجة ممكن تعبر عنه غير حب المرأة دي. والخيانة رخيصة، الخيانة رغم ان هي فظيعة متعبة للنفس لكن رخيصة. حيثما يكرز بالإنجيل يذكر ما فعلته هذه المرأة تذكارا له. أولا، هي اللي حبت المسيح الأول ولا هو اللي حبها الأول؟ كنا عاوزين تفاصيل أكتر يا يسوع. قال ارجعوا للعهد القديم واقروا في نشيد الأنشاد في الإصحاح الأولاني: ليقبلني بقبلات فمه، لرائحة أطيابك، اسمك دهن مهراق. هي الحكاية احنا مش واخدين بالنا، هي سكبت الطيب ولا المسيح نفسه هو زجاج الطيب مسكوبة؟ ما هو أشعياء قال إن هو سكب نفسه على الصليب، وهو بنفسه قال لما هطلع الصليب هأجذب إلي الجميع. إذن في حاجة منه هتطلع تجذب الناس للإيمان بيه، لأن في الواقع الإيمان بالمسيح ليس قدرة عقلية ولا مجرد مناقشة ولا جدل، لكن ده عمل للروح القدس الذي يتشابه مع عمل الطيب، له جاذبية كده. ما حدش يقدر يجي إلي إن لم يجذبه أبي، وأنا إن ارتفعت إلى فوق أجذب إلي الطيب. فأرجو إن احنا نضع في ذهننا أن زجاج الطيب المسكوبة في الواقع هي المسيح نفسه، من أجلي ومن أجلك. صدقني هو اللي اتسكب، مش الإزازة اللي اتسكبت. لرائحة اسمك دهن مهراق، لذلك أحبتك العذارى. هو النشيد بيقول كده: اسمك هو الإزازة اللي انسكبت، لذلك أحبتك العذارى. العذارى هي النفوس المخلصة ليك، ومش بيتكلم عن حب الواحدة ولا حاجة زي ما بيدعي البعض. أحبتك العذارى، وبتقول له اجذبني وراءك فنجري. يعني أنا لما أشم الريحة ألم الكنيسة كلها ونجري وراك. فالمسيح هو زجاج الطيب اللي المسكوب. فأنا بقول مين حب الأول؟ عشان الحتة دي شغلت انتباه الواحد. هي المرأة دي حبت المسيح؟ لا أبدا. تعرف المرأة الخاطية أكيد المرأة ديت كانت كل واحد يحتقرها ونظر لها نظرات وحشة، حتى اللي كانوا بيقضوا معاهم أوقاتها كانوا لمنفعتهم الشخصية. أكيد المرأة دي كانت بتكره كل الناس، لأن كل اللي اتعاملت معاهم المرأة الخاطية لم يحبوها لذاتها، ولكن أحبوا ذواتهم عشان خاطر يقضوا وقتهم معها. إلا واحد أول ما مر عليها مرة واتنين سمعت عنه، نظراته بريئة مملوءة بالطهارة والقداسة، نظراته مملوءة بالحب،
ايه رأيك ان المرأة حست بحاجة جوه قلب المسيح والمسيح حس بحاجة جوه قلبها؟ انت فكرك بس يعني هي الحكاية ان البق بتاعنا يتكلم ويطلع منه كلام؟ طب وليه القلب ما يتكلمش؟ والمسيح قال لسمعان: يا سمعان ليه كلام أقوله لك. هذه المرأة حبت كثيرا، انت دخلت قلبها، وانا حبيتها كتير. طب انت حبيتها الاول ولا هي حبتك؟ قال انا حبيتها وهي حست ان انا قلبي اتفتح لها، وان الكلمات بتاعتي كانت رقيقة وطيبة. بالحق يا احبائي، عمر يسوع ما رفض واحد مننا، وعمر يسوع ما عامل واحد مننا معاملة وحشة، رغم ان احنا بنخونه احيانا كتيرة وبنكون مش كويسين معاه. لكن هل في ألطف من يسوع؟ وفي شخص يتحب اكتر من يسوع؟ هل في شخص ممكن يحبنا اكتر من يسوع؟ ده داود قال: ابي وامي قد تركاني، اما الرب فقبلني. حتى ابويا وامي برضو بيحبوني ونفسهم يكبروني لان انا ابنهم منهم، لكن المسيح بيحبني وانا خاطي ووحش، وانا بيحبني المسيح وانا بهينه وبأسيء اليه. واخد بالك؟ فمحبة المسيح محبة غير محدودة. هذه المحبة هي الطيب المسكوب، هي اللي جذبت. لكل فعل رد فعل. فالمرأة دي راحت بسرعة جابت ازازة الطيب، بس لما اتشحنت بحب المسيح، لأن المرأة دي قطعا لازم شافت المسيح كتير، سمعت كلامه حلو ولذيذ. وانت يا عزيزي مش هتلاقي حد يحبك في الدنيا دي أكتر من المسيح. المسيح قال كده: من أحب أبا أو أما أو زوجة أو أولاد أو أخا أو أختا أكثر مني فلا يستحقني. ليه يا ربي؟ قال لي إن حقيقي شوف العملية، إذا كان إنسان فعلا له علاقة شخصية بيا هيكتشف إن أنا بحبه غير حب كل الناس. يعني أنا أخويا بيحبني وأبويا بيحبني وناس بتحبني، لكن أكيد إن الحب الحقيقي هو من المسيح. إذا كان ليه علاقة حقيقية بالمسيح، وده بقى الترمومتر بتاع المسيحية، إن مش العبادة عبادة وخلاص، تكتشف إن يسوع بيحبك. وإحنا بنغلط كتير ونقول إحنا عاوزين نحب المسيح قبل ما نفكر إن هو بيحبنا. ما لو كنا إحنا نقدر نحب ربنا لوحدنا ما كانش داعي للمسيح يجي ويكشف لينا حبه. لكن لما يكشف جرحه كده ونشوف جراحاته، جراحات محبته. ليه المرأة وقفت عند رجليه، المرأة الخاطية، وابتدأت تبل قدميه بدموعها؟ لعلها كانت تحس في مشاعرها أن هذه الأرجل المقدسة الطاهرة هتتمسمر بالصليب، بالمسامير على الصليب من أجلها. لعلها كانت تقبل مطرح القدمين. والكنيسة بتاعتنا حتى في صلوات نصف الليل بتقول: اديني طيب نقي وجعلني مستحق أن أقبل قدميك. فالناس دول فتحوا لنا نوع من العبادة خطير جدا، تقبيل القدمين بتوع المسيح. أقبل قدميك اللتان أعتقتان من طريق الضلالة. أنت لازم تحدد موقفك بوضوح مع المسيح، إلا هتقع في خطر ربنا يحمينا منه بتاع يهوذا. يهوذا إنسان مش مع المسيح، ده أخرج شياطين باسم المسيح. لكن زي ما هقول لك دلوقتي إزاي المسيح قيمته قلت في نظره. يهوذا ما كانش ماشي ورا المسيح، يهوذا كان ماشي في خط موازي في ريح المسيح. وانت عارف الخطين المتوازيين لا يتلاقيان أبدا، ممكن يمشي في ريحه. يهوذا ماشي مش هو عشان المسيح لذاته، عاوز انبهك للحته دي. المرأة سكبت الطيب من أجل المسيح ذاته، عشان كده ما همهاش قالوا الناس عليها إيه. سمعان الفريسي للمرأة الخاطئة قال: هذه المرأة خاطئة. وعاب في المسيح قال: لو كان هذا نبي لعرف من هي المرأة إنها خاطئة. بالنسبة للمرأة الأخرانية دي يعني ما كانش حد راضي، لكن دول ما كانش يهمهم. ليه؟ لأن دول تتشحن قلبهم بحب ليه؟ المسيح. ودي النقطة الأولانية اللي بتحطها لنا المرأة قدام عينينا، إن المسيح هو حبها فتولدت علاقة شخصية بينها وبينه. هذه العلاقة السرية نبهنا ليها المسيح في أول الموعظة على الجبل، قال: إذا صليت أدخل مخدعك وأغلق بابك وصلي لأبيك الذي في الخفاء وأبوك الذي يرى في الخفاء يجازيك علانية. فإذا في حاجة اسمها في الخفاء. إذا صنعت صدقة، وبعدين امبارح في يوم الدينون يقول: ما فعلتم بأحد إخوتي الأصاغر فبي قد فعلتم. فالعلاقة في المسيحية علاقة شخصية للمسيح مش لأجل منفعة. صحيح احنا ساعات بنطلب ربنا في ضيقتنا وفي تجاربنا، وبنطلبه عشان حاجاتنا وفي مشاكلنا وامورنا العامة، لكن المسيح يستحق يتحب لذاته. هي دي الحتة اللي اتكت عليها المرأة النهاردة. عشان كده المسيح قال: حيث ما يكرز بالإنجيل تقولوا الحكاية بتاعتها. المرأة دي سكبت الطيب لأنها عبرت عن حبها بلا منفعة، دي كانت خسارة بالنسبة ليها. فالحب للمسيح، المسيحية بتاعتنا مبنية على الحتة دي، ان انت تحب ربنا لانه هو حبك. تقول لك ايه؟ صحيح الحب فيه عاطفة، لكن احنا في المسيحية بندخله في موضوع الايمان.
احنا نؤمن ان الله بيحبنا. ليه بقى احنا عاوزين علاقتنا مع ربنا تكون على مستوى الايمان؟ لان ساعات الامور ما بتبقاش ماشيه كلها على مزاجنا، فساعات نقول ربنا سابنا او تخلى عنا او ربنا عمل فينا او خلى وسوى. لا، ما تقولش كده، قول ربنا بيحبني بحقائق ايمانيه ثابته. ليه؟ لانه سكب نفسه على الصليب من اجلي انا. تعرف انا الانسان التافه الترابي اللي ما شاويش حبة التراب ديت، لما ارجع للتراب عارف عند المسيح امتى تساوي ايه؟ تساوي دمه. انا اساوي دم المسيح؟ قال اساوي دمه ازاي؟ ده هو سفك دمه عشاني انا شخصيا، احبني واسلم ذاته لاجلي. فالعلاقه اللي بيننا وبين المسيح بتبقى علاقه قويه جدا، مبنيه على ايمان انه بيحبنا الى المنتهى، الى الموت. محدش يقدر يشككني في كده. وبعدين انا كمان لازم احبه نظير هذا الحب. هنشوف دلوقتي المرأة دي حبته ازاي. مرة شوف، خد بالك من الحتت دي، المسيح بيحب ناس بتدي بمشاعرها من القلب. يعني المرأة اللي ادت الفلسين برضو تذكر في الايام ديت قبل الفصح على طول، لان هي المرأة دي بتعبر عن المسيح. لو تدرس شخصيتها تلاقيها شخصية المسيح. اعطت كل ما عندها، اعطت من اعوازها فلسين. ما كانش المهم كمية العطاء، يمكن تقولي دي 300 دينار، لكن المرأة أعطت من أعوازها كل ما عندها. فالمسيح أعطى من أعوازه كل ما عنده. المسيح ما اداناش عطايا مادية، المسيح ما باركش بس في الكنيسة، ما باركش في أولاده، المسيح ما اداش لتلاميذه بركات أرضية إلى آخره. المسيح قدم نفسه من أجلنا على الصليب. فأرجو يا عزيزي النقطة دي تكون مركز العبادة بتاعتك، إن أنت بتحب يسوع لأن هو حبك للمنتهى وبذل ذاته لأجلك، وإن أنت قيمتك، أنت الراجل الخاطي، قيمتك في عينين المسيح تساوي دمه، وإن هو جاي من أجل الخطاة، ولما ترجع ليه ياخدك في حضنه ويقبلك ولا يعاتبك يقول لك عملت إيه. ولما الخروف الضال اللي مش فاهم حاجة ياخده يحطه على كتفه، ياخده يحطه على كتفه. ده موضوع مدهش. انا اعرف انا مكاني فين دلوقتي عند المسيح. انا عارف مرة تقولوا عند رجليه ومرة تقولوا على كتف المسيح من فوق. هو المسيح هيعمل فيا ولا ايه؟ على رأي اشعياء النبي يقول على الركب تدللون، هيقعد يدلعنا على ركباته. فالمسيح بيحبنا للمنتهى. فالمرأة دي عبرت بزجاجة الطيب اللي هو بتحبه فيه حب لا نهائي. قلت لك ان هي عدت العقل بتاعها، كفنت المسيح. بيقولوا عن مريم المجدلية اللي سكبت الطيب ان هي اللي راحت للقبر والظلام باقي. فمحبتها عملت اللي ما عملوش كل الرجالة اللي كانوا حواليها التلاميذ، وراحت للقبر والظلام باقي، لان راحت بحب متدفق وما همهاش الدنيا ضلمة، وراحت للقبر والمسيح كافئها، قال لها انت اول واحدة تشوفوني بعد القيامة في البشرية كلها. اصبحت اول كارثة بقيامة المسيح. فالحب بتاع المسيح يتخطى الموت. شوف الموت يعني ايه. قالوا لها ده مات وخلاص واتدفن في القبر، قالت له واروح للقبر كمان واخد حنوط وما اروحلوش وايدي فاضيه. فارجو يا عزيزي ان حياتك تبتدي تتشحن بالمشاعر الحلوه ديت. صلاتك الصبح كده ما تبقاش ارتجاليه. بتحبه؟ بتقول لي طبعا بحب المسيح. طب ازاي؟ بتقوم الصبح تحط له شويه طيب في الفجر والظلام باقي كده وتدي له الطيب. هل القلب بتاعك كده بيعمل له، بيبقى طيب كده وبتقدم له صلوة حلوة في الصباح، ولا تقول أنا مستعجل أصل ورايا شغل ومسؤوليات كتيرة خالص؟ هل أنت بتحب تقرأ كلمة ربنا الذي يحبني يحفظ وصاياي؟ ما هو الحب ده يبقى بالإيه؟ طيب يا أبونا قول لي أقرأ إصحاح ولا 2؟ ما تديني تدريب، إصحاح في اليوم ولا 2؟ أنا ما أعرفش، ما بحبش الطريقة دي دخيلة حتى على كنيستنا. اللي يحب يقرأ على قد ما تحب المسيح. أنا ما أعرفش. أنا أعرف واحد يسهر يمكن للصبح يقرأ في الإنجيل، أعرف تلميذ يقعد يذاكر يفتح كتب ويقعد يسهر فيها لغاية الساعة 3 و4 الصبح، ده عشان ينجح في امتحان. أنا أعرف ناس يحب ربنا. أعرف واحد بسأله أنت سبت العالم ورحت الدير ليه؟ قال لي عشان أعرف أقرأ الإنجيل لأنه مش عارف أقرأه في العالم. وطلبت من ربنا وقلت له يا رب يا تطول عمر طويل عشان ألحق أكمل الإنجيل، يا تفتح مخي عشان أقدر أشبع منه. ما هو شوف يا أحبائي، مش ممكن أبدا تتحول عبادتنا لفروض وطقوس وشكليات. خطر جدا. وتقف تردد حتى مع الكنيسة وانت بتصلي أو أي حاجة. اوعى من الموضوع ده انت بتتعامل مع صليب ربنا يسوع المسيح. عشان كده الكنيسة حرصت ان هي تحط الصليب على الحجاب من فوق عشان يبقى هو نظر المؤمنين باستمرار وهم واقفين بيعبدهم.
وتكون العبادة بتاعتك مرتبطة ارتباط شخص بالمسيح. انت بتحبه زي محبك الى ما لا نهاية. والحب فيه تضحية، الحب فيه تضحية. ايه التضحية ديت؟ طبعا ممكن تتهان من اجل المسيح، ممكن تتظلم من اجل المسيح، ممكن تصمت من اجل المسيح، ممكن تنكر ذاتك من اجل المسيح، وممكن تعمل اعمال محبة عظيمة كبيرة جدا في الخفاء من اجل المسيح. وكلمة في الخفاء دي بتحدد ان العلاقة شخصية بينك وبين المسيح، ما فيش حد بيخش في النص. في اسرار، في اسرار. ادخلني الملك الى حجاله في الاوضة السرية بتاعته وقال لي اسراره. ففي لازم بين كل نفس مؤمنة وبين المسيح لازم تكون في حركة سرية مستمرة. والطيب يا احبائي ريحته ما تتقطعش فجأة كده، بالعكس كل ما تفرك ايدك والطيب يكون فيها كل ما الريحة تطلع اكتر. كل ما تقعد تحك في مكان الطيب كل ما الطيب يزداد اكتر. كل ما تحتك بالمسيح اكتر كل ما محبتك تزداد ليه. باختصار يا اخوتي، لا مسيحية بدون طيب. والانجيل النهاردة المعروض علينا هو انجيل الطيب، واللغة بتاعت المسيح لغة التفاهم معه هي لغة الطيب. وكفاية بقى ان احنا شكلية في عبادتنا، وكفاية سطحية، وكفاية ما دقناش الحاجات المزخرة لينا اللي قال عنها معلمنا بولس الرسول: نفتخر بالضيق لأن الضيق ينشئ صبر، والصبر تزكية، والتزكية رجاء، والرجاء لا يخزى لأن محبة الله قد انسكبت في قلوبنا بالروح القدس. محبة الله قد انسكبت. شوف برضو حتى بولس الرسول أخذ نفس التعبير، انسكبت. فالمحبة ما تعطاش، تسكب. انسكبت في قلوبنا بالروح القدس. وفي عندنا سر أخطر من كده كمان، المحبة بتسكب. المحبة بتسكب زي الطيب. وإيه رأيك بقى المحبة بتتاكل؟ إذ كان قد أحب خاصته الذين في العالم أحبهم إلى المنتهى، قام عن العشاء وكسر الخبز وقال خذوا كلوا الحب. فالحب بيتاكل. أنت لما بتمضغ جسد المسيح بتمضغ الحب، لأن الله حب. إيه ممكن يعمله ربنا بالنسبة لي أكثر من هذا؟ مين يستحق الحب عشان يدخل قلبي غير يسوع حبيبي اللي عمل كل ده؟ نصح المرأة دي. وخايب يهوذا الخاين، خاين ده ايه ده؟ مفيش ريحة حب في قلبه. تقول ايه على يهوذا ده؟ هقول عليه تلميذ من ال12، صح. بيأدي الصلوات مع المسيح، صح. طلع في الإرسالية بتاعت ال12 تلميذ، صح. أخرج شياطين شفى مرضى باسم المسيح، صح. حمل الصندوق ووزع على الفقراء والمساكين، صح، حصل. عمل خدمات كتيرة للمسيح، حصل. ما عرفش بقى حاجات كتيرة دي اللي سجلها الإنجيل، لكن في قلبه لم تكن هناك رائحة حب. وهو ده اللي بيخوفنا يا إخواتي، هو ده اللي يخوفنا خالص. هي المسألة مش مسألة صندوق مسكه يا يهوذا، ومش مسألة إن أنت تلميذ من تلامذة المسيح، ما تتكلش على كده. ومش مسألة إن أنت بتخرج شياطين أو بتخدم أو بتاع، لا. ده يا يهوذا الموضوع خطير دلوقتي، لازم يكون في قلبك حب للمسيح. عشان كده الكلمة اللي قالها ربنا يسوع لبطرس بعد القيامة: بطرس عاوز اطمن على حاجة واحدة. قال له ايه يسوع؟ قال له تحبني؟ قال له انت تعلم. قال له طب خلاص. كمان مرة تحبني؟ قال له انت تعلم. ثالث مرة قال له تحبني؟ فبكى بطرس، استحملش اكتر من كده. هو بيحبه رغم ان هو من ضعفه راح سب ولعن وانكر والى اخره، لكن يهوذا لم يكن في قلبه حب بتاتا. معلش بطرس ضعيف زي وزيك وكلنا بنعمل خطية، لكن يبقى نار حب في القلب. في قلب يهوذا بدل الحب اتربت خيانة. تقول لي جت ازاي دي؟ اقول لك ما جتش كده فجأة، تدريجي، مش من يوم ما مشي مع المسيح. اولا جت لان ما كانش مخلص للمسيح في المشي وراه، كان ماشي ورا مركز. ففي فرق بين ان انت تمشي ورا المسيح عشان المسيح، وفي فرق بين ان انت تمشي ورا المسيح لان المسيح ينجحك في امتحان او ينجحك في العمل الفلاني او في المشروع الفلاني. ولما ربنا نجح المشروع الفلاني عهد عليه يا ابونا اقدم لربنا كذا. شوف ازاي المساومة حتى بتبقى مع ربنا، ده ربنا اللي بيدي الكل. فيهوذا مشي ورا المسيح والسكة مش واضحة. أرجوك عشان خاطر ربنا لما تمشي ورا يسوع تكون في منتهى الوضوح. المسيح لما دخل أورشليم راكب على جحش بن أتان كده على طول: أنا جاي أملك على القلب. في ناس قالوا له لا، في الفلوس مالكة على قلبنا، في مراكز بتاعتنا. الإنجيل بتاع النهاردة بيقول لم يؤمنوا بيسوع لأنهم أحبوا مجد الناس أكثر من مجد الله. فممكن مجد الناس يبقى موجود في القلب. ففي حاجات كتيرة. يهوذا ما كانش ماشي ورا المسيح لحبه ليه،
عاوز ياخد منه مجد. وطبعا اللي ماشي ورا المسيح بياخد كرامه ومجد، وانا قسيس تقعد تبوس في ايدي، وده في الكنيسه مثلا بيعمل كذا وبيعمل ويخلي ويسوي، يبقى ليه مجد وكرامه. لا يا عزيزي، حاسب. المشي ورا المسيح كتر خيره انه يقبلنا في بيته، كتر خيره انه يقبلنا في بيته، لكن احنا نمشي وراه لاننا بنحبه، والا هيبتدي ينحرف الخط ويتحول لخط متوازي مع المسيح لا يتلاقى ابدا. فنمره واحد، نمشي ورا المسيح لاجل المسيح، مش لاجل شيء اخر، ولا لاجل مركز ولا المجد. وانت عارف طبعا تلاميذ نقطه ضعف فينا كلنا، كان دايما يقولوا له مين هيقعد على يمينك ومين هيقعد على شمالك والكلام ده. وحتى يظهر ترتيب الترابيزه بتاعت العشاء الرباني اللي اتكى عليها المسيح، ان بطرس كان قاعد على الشمال وفريحه يهوذا، ويوحنا كان قاعد على اليمين، ويسوع متصدر المائدة. عشان كده بطرس أومأ إلى يوحنا التلميذ الذي كان يحبه وقال له قل له مين اللي هيسلمه. وبطرس ويهوذا بيتخانقوا على القعدة على الشمال. أصل الكبير لازم يقعد على الشمال المسيح، لأنه هو اللي ياخد المركز اللي بعديه مباشرة، أو يعني اللي يورث، والصغير خالص اللي يقعد على اليمين. فبطرس ويهوذا كانوا بيتخانقوا على القعدة على الشمال. فبطرس بص ليوحنا، طب ما تكلم المسيح انت يا بطرس، ما انت قاعد في ريحه. قال لا، يوحنا يكلمه احسن. طب ايه الفرق بينك وبين يوحنا؟ ايه الفرق بينك وبين يوحنا؟ قال يوحنا كده بينه وبينه في حب، يحب يتكئ على صدره. باختصار يا عزيزي عشان ما نبعدش عن موضوعنا، ارجو بنعمه يسوع ان علاقتك مع المسيح تكون واضحه 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 في منتهى الاخلاص. ما تحاولش يكون لك قلبين، ما تاخدش المسيح عشان حاجه تانية. النقطة التانية عشان مجد أو مركز أو شيء أو حاجة من الحاجات دي أبدا، أو مال، لأن يهوذا فرح بالصندوق إنه كان موجود معاه. ما تاخدش المسيح عشان حاجة أبدا، لا مجد ولا مال ولا مركز ولا نجاح في العمل بتاعك ولا حاجة أبدا، لأن ربنا ممكن بيشتغل بحياتك بأي طريقة ويتمجد في الضعف. مرة بولس جاله مرض بقى يصرخ يقول، قال له استضرعت إلى الله 3 مرات أن يفارقني. قال له لا، خلي لك المرض ده، تكفيك نعمتي لأن قوتي في الضعف تكمل. وبعدين بولس في الآخر يقول أصر بالضعفات والشدائد والضرورات والشتائم، لأن حينما أنا ضعيف فحينئذ أنا قوي. فبولس دخل في اختبار تاني، إن ضعفه في قوة. محدش يفهم طبعا الكلام ده غيرنا. حينما أنا ضعيف فحينئذ أنا قوي. يعني إيه ضعيف وقوي؟ قال لما بضعف أبقى قوي، لما أنا أضعف يعني المسيح يسهر فيا. فأنت يهوذا مشي ورا المسيح لأنه هو كان قاصد حاجات تانية، ما كانش المسيح هو اللي مالي قلبه، لكن المرأة كان المسيح هو اللي مالي قلبها. يهوذا كانت طبيعته الخيانة. هي عملية حسابية بسيطة. المسيح كبر في قلب المرأة بقى يساوي 300 دينار. يهوذا رؤساء الكهنة لو كان راح لهم قال لهم أسلم لكم يسوع وتدفعوا لي كام دينار، يمكن كانوا قالوا له تطلب يعني يكفيك 100، يقول لهم لا. طب 200 لا. تاخدش 500 وتسلمه؟ قال لا برضه. 1000 2000. لكن ده يهوذا اللي راح عرض القيمة. المصيبة ان هو اللي راح قال لهم اسلمه لكم. قالوا له بكام؟ قال لهم ب30 من الفضة. طبعا هو كان بيحقق النبوة، لأنه أرميا النهاردة بيقول سمنوني ب30 من الفضة ثمن المسمن، وزكريا النبي قال. وعلى فكرة أصل 30 من الفضة دي ثمن العبد في العهد القديم، كان لما كان في تجارة رقيق فالعبد يتباع سعره في السوق معروف انه 30 من الفضة. فيهوذا باع المسيح كعبد. المسيح فعلا هو جاي خدام لينا، لكن في نظر يهوذا عبد بيبيع ويشتري فيه. قيمته قلت خالص، أصله خاين. لذلك يا عزيزي خاف من الخيانة. ليه بقى؟ لأن الخيانة بتقلل قيمة المسيح، تخليش قيمة المسيح تقل. أنا طبعا مش عاوز نعمل مقارنة بين أي حد من هنا، يكفينا الشر، وبين يهوذا ده بعيد عننا خالص. لكن تعالى نتكلم على خيانات بسيطة بنمارسها إحنا في حياتنا. تقول لي زي إيه؟ مرة واحد من الآباء القديسين قال لما أقف أصلي كده وأنا سرحان في موضوع تاني، دي مش خيانة؟ مش بقف أكلم يسوع، بقى أنا أقف قدام واحد عظيم وبكلم واحد تاني كده ومديله ظهري. فكل صلوة فيها شروط، فيها ملامح الخيانة. وبعدين النهاردة في موضوع أكتر من كده، في شهوات في العالم، وفي القلب مشغول بحاجات تانية. تاخد بالك الموضوع بتاع الغلا والظروف والمال والناس اللي بتجري وبتكسب وبتعمل وبتاع، في مواضيع تانية شغلت القلب. فالعمليات دي بتخش شوية 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 تتسرسل. تقول لي ليه الناس في الغرب كتير منهم ابتدوا ما يعرفوش المسيح؟ لأن المسيح أصلا ما تعرفش بالعقل. سيبك من الكلام اللي بيقول ربنا عرفوه بالعقل. المسيح يتعرف بالحب.
فالناس دول في عصرهم المادي، العصر اللي احنا فيه ده عصر خطير جدا. القلب يبتدي حاجات تنتشه تنتشه تنتشه، تبص تلاقي بعد كده الخيانة تتضخم في داخل القلب. طب يساوي ايه المسيح؟ هقول لك يساوي ايه. من الصبح لبالليل شغل، وبعد الظهر في شغل تاني، ورايا معرفش ايه، وعاوز اتفرج على التلفزيون في ايه كمان، وفي ماتش مهم لازم اشوفه، وفي الشغلانه الفلانيه لازم اعملها، وفي كذا وفي كذا وفي كذا. طب وفي ايه للمسيح فاضل؟ قال هقول له ابانا الذي في الاخر. شفت بقى قيمته رخصت ازاي؟ اهو ده اللي وصل ليه المسيح في الاخر، ان قيمته في نظر يهوذا ابتدت تقل تقل تقل. فكل اللي عاوز اخليك تحترس منه النهارده، حاول ان تخلي قيمه المسيح تكبر في قلبك بدل ما هي تصغر، وخصوصا كل ما بتكبر انت في السن. يعني كنت شاب وكبرت دلوقتي واتخرجت، ولا كنت لسه طفل وبعدين بقيت كبير دلوقتي وبقيت في الجامعه، فحاسب على نفسك ان في حاجات تخش جوه القلب بتاعك. قول لا، انا يهمني ان حياتي تبتدي تكبر، حبي للمسيح يبتدي يكبر. طب يساوي ايه المسيح في حياتنا؟ لما اجي بالليل كده اقول لا طب انا تعبان بقى مش قادر بقف، معلش يا يسوع انت تسامح. طبعا تعبان، لكن لحاجات تانية ما كنتش تعبان. طب ويساوي ايه لما الكتاب المقدس ما يتفتحش ولا تقري؟ مش دي خيانة برضو؟ لان يسوع ما بقاش كلامه حلو بالنسبة لينا، عشان كده مش عاوزين نديله ولا وقت صغير. طب مروح الكنيسة والواحد متأخر خالص كده ويجي كده في اي وقت مثلا، مش برضو ان قيمة يسوع بتبقى قليلة؟ غير الذين يبكرون الي يجدونني. طب ما تناولتش من امتى؟ التناول ده هو الحب، بقول لك بيكسر يسوع جسده، بيقول لك خذ كل حبي كل حياتي، من يأكلني يحيا الأبد ويثبت فيا. طب انت بيقدم لك حبه وبيقدم لك ذاته، طب دي مش مهمة عندك؟ أصل قيمته بقت صغيرة. كل اللي أحب أحذرك ليه يا عزيزي، بعيد عننا يهوذا خالص، إن اوعى قيمة المسيح تقل. شوفوا قيمة المسيح عند المرأة كانت بتكبر تكبر تكبر ويعبر عنها الطيب، وقيمة المسيح عند يهوذا بتصغر تصغر 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 لغاية لما يساوي 30 من فضة. وبعدين هقول لك حاجة أخيرة، اوعى تقول إن الكلام ده مش ليا يا أبونا لأن أنا خادم في الكنيسة وخادم في مدارس أحد. أقول لك اوعى تقول الكلام ده، لأن الكلام ده حصل ليهوذا تلميذ المسيح. الكلام ده حصل ليهوذا تلميذ المسيح. فمن هو قائم فليحذر لئلا يسقط. انت عليك النهارده سمعت الانجيل بتاع الطيب، تدي عهد قدام ربنا تقول له القلب بتاعي لازم يبقى نظيف ما فيهوش غيرك، وهعيش عمري وحياتي لاخر لحظه في حياتي اكبر الحب ده بكل طريقه، هبحث عنه في كل مكان، وهبحث عن الطيب اللي يرضيك، وهشوفك انت في حياتي طول عمري انت على الصليب زجاجه الطيب اللي سكبت ذاتك من أجلي ومن أجل الكنيسة كلها. لإلهنا المجد الدائم أبدين آمين.